كنت متخيل ان حوار ان انت تفلوج وانت راكب العجلة ده صعب، بس طلع سهل جدا. دي رابع مرة تقريبا اريكورد واقفل الريكورد عشان مش عارف اتكلم. مش عارف اتكلم ليه، مع ان انا بعدت عن الناس كلها حرفيا، وجيت في مكان اول مرة في حياتي امشي فيه. وانا بصراحة بحب ان انا اكتشف الاماكن، بس اول مرة اجي المكان ده. كنت بصور في مكان كان قريب شوية من الناس والدوشة وبتاع، بس حسيت ان انا مش عارف اتكلم، فاخدت نفسي ومشيت وجيت في مكان بعيد شوية. طيب خلينا نبدأ. بسم الله. اسمي ابراهيم بدر، انا شاب مسلم الحمد لله، عندي دلوقتي 21 سنة ونص بالظبط، طالب في طب اسنان. شايف ان الحاجة اللي ما ينفعش اعدي الحياة من غيرها هي الدين، وان اي حاجة تانية ممكن تكون وسائل بتعينك في الحياة، بس هتفضل المشكلة الأكبر أو يفضل الهم الأكبر بتاعي هو الدين. عندي بعض الهموم التانية أو بعض المشاكل التانية، بس مش هتكون بقدر مشكلة الدين أو بقدر المحاولة بتاعت الالتزام بالدين في حياتي. وأعتقد إن في ناس كتير كده، في ناس كتير لسه الدين ده هو مرجعيتها الثابتة، لسه الدين ده هو همها الأكبر في الدنيا. كنت اتكلمت في آخر الفلوج اللي فات عن ان انا ليه اصلا بعمل فلوج، وده كان سؤال بس ما جاوبتش عليه. من فترة معينة مش بعيدة انا قعدت مع نفسي وفكرت ودورت على عيوبي، دورت على الحاجات اللي انا محتاج ان انا احسنها في نفسي، او الحاجات اللي انا محتاج اثبتها او ادعمها في نفسي، او ادور على البيئة اللي تشجعني ان انا اكمل فيها واثبت عليها، مش البيئة اللي تحبطني او تخليني ما اكملش في الحاجة الصح اللي انا بعملها. طبعا أنا لما بذكر كلمة صح، ودي قاعدة في اي كلام، صح يعني صح من وجهة نظر الدين، لان هو ده المرجعية الثابتة بتاعتي. انا شخص ما عندوش اي مشكلة ان هو يتعلم على الاطلاق، ايا كان مين اللي بيعلمه، اصغر منه سنا او حد الناس شايفاه اقل من ان هو يعلم. انا مؤمن ان كل شخص فعلا عنده حاجة ممكن يوصلها، او عنده طريقته، او عنده اسلوبه اللي ممكن يوصل بيه معلومة، او ممكن يعلم بيه معلومة لحد. انا ليه بعمل فلوج؟ باختصار عشان انا عايز اعيش مع الناس اللي عندها نفس الهم بتاعي، او نفس التطلعات، او نفس الطموحات بتاعتي. فبالتالي البيئة اللي حواليا هتكون بيئة مشجعة، ولكن أي بيئة تانية بشكل مختلف ممكن تؤثر بشكل ما على الصح اللي احنا بنتكلم فيه ده، وتخليه مش موجود، أو تحول الصح لغلط. وده سهل جدا وعادي جدا، لأن احنا كلنا عارفين إن انت عشان تعمل حاجة صح أو تبني عادة كويسة بيبقى صعب. صح؟ أكيد انت مجرب وأنا جربت. لما بتيجي تعمل حاجة صح الموضوع بيبقى صعب، وبيحتاج تجارب كتير، وبيحتاج نفسية قوية، وبيحتاج مقومات كتير عشان تعمل الصح ده. انما الغلط سهل جدا، يعني خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده بقى سهل جدا، ومش محتاج التعب اللي انت هتتعبه عشان تعمل الصح. دايما الصح هو اللي متعب، دايما النجاح هو اللي محتاج مجهود. فباختصار الفلوجز دي هي اللي بتعبر عني، عن شخصيتي، عن الشخص اللي انا عايز اكونه، والشخص اللي انا بحاول اكونه، والتجارب اللي انا بمر بيها عشان اوصل للصح ده. حاجة كمان انا باصص لها من خلال الفلوج، وهي ان بعد مثلا 5 سنين او بعد 10 سنين او بعد فترة معينة، حابب ابص على الرحلة اللي انا مشيت فيها، وحابب اتذكر اللحظات اللي كانت صعبة، واللحظات اللي كانت حلوة، والحاجات اللي انا عملتها جديدة في اوقات معينة. حابب اتذكر كل ده، او حابب اجمع الرحلة دي في دوكيومنتري معين كده. فما لقيتش انسب من الفلوج عشان ادوكيومنت الحياة او الطريق ده كله. من الحاجات برضو اللي انا نفسي فيها من الفلوج هي ان انا بعد عمر طويل ان شاء الله، لما يكون عندي ابن او يكون عندي ولاد، حابب اوريهم حياتي كانت عاملة ازاي، وايامي كانت عاملة ازاي، وصراعي في الدنيا كان عامل ازاي في وسط مجتمع، خلينا نتفق انا وانتو ان هو ما عادش احسن حاجة.
واحنا بنقاوم، او اي شاب بيحاول ان هو يلتزم بدينه او يكون عنده اخلاق، او يحاول ان هو ينجح في وسط ظروف كتير صعبه، فهو بيعافر حرفيا. فحابب اوري ولادي ان شاء الله بعد كده الحياه دي كانت عامله ازاي، لان من الحاجات اللي بتكون مشوقه جدا بالنسبه لي واللي بتمنى ان انا افضل اسمع منها كتير جدا، هي لما بقعد مع ابويا كده في قعده صفا ويفضل يكلمني عن ايامه كانت عامله ازاي، ايام اعدادي وايام ثانوي وشغله والحاجات اللي هو اشتغل فيها وجوازه والجيش والحاجات دي، لدرجه ان انا فعلا بكون نفسي اعيش معاه تجربه او حاسس ان هو ناسي حاجات، عايزه يفتكر اكتر عشان يقول لي. فده من ضمن الاسباب اللي خلتني اعمل فلوج. طبعا وجود بيئة حواليك بنفس صفاتك او بنفس احلامك ونفس دماغك دي من الحاجات اللي بتشجعك. فانا عايز اكون مصدر تشجيع او مصدر الهام لاي حد عنده نفس تفكيري او بيمر بنفس ظروفي وشايف ان احنا ماشيين في الطريق الصح. وما اكدبش عليك، وعايز انا كمان اخد التشجيع ده من الناس اللي هم شبهي برضو، بحيث ان ارادتي على ارادتهم نقدر نكون إرادة قوية نكمل فيها في الطريق اللي احنا عايزين نمشي فيه. عشان كده أنا بحب الناس اللي ملتزمة بالدين، أو الناس اللي بتحب الدين، أو الناس اللي بتقدر قيمة الدين حتى لو مش متدينة أو مش ملتزمة بتعاليم الدين. أهم المشاكل اللي أنا بقابلها دلوقتي واللي أنت كمان ممكن تكون بتقابلها كشاب مصري أو كشاب عربي أو كشاب عموما، هو مشكلة عدم الانضباط ومشكلة عدم وجود بيئة كويسة حواليك تشجعك ان انت تكون شخص احسن. كم مرة انا فاكرها حاولت ان انا اتغير او حاولت ان انا اكون احسن في حاجة معينة، اكون احسن ماديا او اكون احسن دينيا او اكون احسن في الدراسة، وما قدرتش، او كنت بحاول وكنت فعلا حاسس ان انا عندي صدق، كنت فعلا بدعي ربنا سبحانه وتعالى، كنت فعلا باخد بالاسباب، ولكن ما كنتش بكمل الاخر. والسبب اللي انا اكتشفته مؤخرا هو البيئة اللي حواليك. خلينا ناخد مثال، مثلا ان انت واصحابك كلكم بتدخنوا وانت قررت فجأة ولسبب ما ايا كان السبب ان انت تبطل تدخين. رد فعل اصحابك ساعتها هيكون مشجع او هيكون مؤيد لفكرة ان انت تبطل تدخين وان انت تحسن صحتك ولا لا؟ انا فعلا عندي اليقين اللي بيقول ان الناس الكويسة دايما بيبقوا قليلين جدا، وان انت عشان تلاقيهم اصلا بتلاقيهم بصعوبة. اللي انا بحاول اعمله ان انا اكون صادق جدا في كلامي، صادق في الكلام اللي انا بقوله مهما حصل، مهما الحاجات اللي لسه هتحصل هتكون عاملة ازاي، سواء انا نجحت اللي انا عايز اعمله او فشلت او اخطأت، لان احنا كلنا بنخطئ عادي، احنا بشر بنصيب ونخطئ. فانا اخدت الصدق ده بمثابة عهد على نفسي ووعد بيني وبين اي حد بيتفرج على الرحلة دي، بمعنى ان مفيش تزييف، مفيش تجميل او تحسين في الصورة، صدق. يعني هقول اللي انا حاسه، هقول اللي انا شايفه صح، بدون تجريح في حد او بدون مشكلة مع حد. بس كل الحكاية ان انا بتكلم من وجهة نظر الشخصية او من خلال مرجعيتي اللي اتكلمت عليها. واتمنى ان انا اكمل بصدق سواء فعلا او قولا في الرحلة اللي انا ماشي فيها. اتمنى ان رحلة التغيير للشخص اللي انا بتمنى اكون عليه، واللي اي حد منكم نفسه يتغير زيي او نفسه يعمل حاجات، يعني ايا كان الحاجات اللي هو بيعملها، يكون مصاحب ليا في التغيير ده. مين عالم، يعني يمكن نكون احسن. صح.
تدمع أما آن لهذه الأذن أن تسمع أما آن لهذا القلب أن يخشع أما آن لهذه النفس أن تشبع أما آن لهذه النفس أن تشبع أما آن لهذه العين أن تدمع أما آن لهذه الأذن أن تسمع أما آن لهذا القلب أن يخشع أما آن لهذه النفس أن تشبع أما آن لهذه النفس أن تشبع كن داعيا لله لا عاصيا لله وارضى بحكم الله إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا تكثر لهمك ما قدر يكون فالمقدر نافذ والحزن يهون